أريد أن أشارك أحبتي الشعراء بكلمات. أنا لست بشاعر ولكنني مدعي الشعر، ولست بأديب ولكنني مدعي للأدب، ولكنها كلمات أوقن بأنها صادقة، لأنها خرجت من قلبي إلى قلب أبي في داخلي، ذلك الرجل الذي حفظني القرآن الكريم وأنا في 6 من عمري، ذلك الرجل الذي استنشقنا من صوته عبير القرآن، غرس فينا حب الدين، غرس فينا الصدق والوفاء والإخلاص، فله مني تحية وسلاما. كتبت إليه بعد صلاة فجر هذا اليوم وقبل أن آتي إلى هنا كلمات لعلها تكون معبرة، ليست شعرا وليست نثرا، ولكنها خاطرة إلى أبي، رسالة إلى أبي. أبتاه إني قد أتيت إلى رحابك كي أعاين مضجعي، كانت زيارتي الأخيرة عند قبرك محزنة، الشوق حف الأمكنة، كانت عطورك يا أبي منثورة وكأنك جسدا معي، ويفوح في الأفق البعيد أريج صوتك يا أبي، آيات ربي في خشوع كانت تراتيلا تعانق مسمعي، ودعاؤك المأثور يتلى في خضوع، ولأنك ربيتني علمتني أدبتني أيقنت أن الموت حق. أبتاه قد شاء الإله بأن تموت وأن تعيش العمر تسكن في الفؤاد، أبتاه قد طال البعاد، أنا كلما نامت جفوني زرتني وغرست في قلبي حنينا للقاء، وتركتني عند الصباح وعطر وجهك في يدي، أبتاه ما زالت دموعي لا تفارق مقلتي، أقبل إلي إني أراك بناظري، أفلا تراني بناظري، أفلن تعود إلى الحياة لكي أقبل وجنتي، أبتاه قد هام الفؤاد إذا ذكرت ولم أجد إلا السراب، ها قد مضى 20 عاما يا أبي، 20 عاما لم أذق إلا العذاب، لن أنسى أبتاه، لن أنسى جهادك في الحياة، وستبقى يا أبتي إمامي في الصلاة، وسأصطبر فالصبر طوق للنجاة، الصبر طوقي للنجاة. أشكركم.